اهلا يا برج الحوت، يلا تعالوا نشوف مشاعر الشريك او الحبيب تجاهك في الوقت الحالي. يلا بينا. بص يا برج الحوت، واضح ان انتوا بتنفصلوا وترجعوا لبعض كتير. وان الشريك المرة دي لا، هو قرر ان هو يقطع العلاقة دي تماما. بس ويمشي، على الرغم ان هو كان بيحس قد ايه انت معطاء، قد ايه انت كريم، قد ايه انت حامي، قد ايه انت ان هو كان بيبقى مبسوط معاك. بس هو كان في حاجة حصلت ما بينكوا فيها تلاعب، فيها يعني الموضوع ما كانش واضح وصريح، في تلاعب، في manipulation، في استنزاف، في حد كان بينتهز فرصة. بس هو قاعد بيراقبك يا برج الحوت، وبيبص كده من بعيد بيشوف ممكن يعمل ايه. بس هو قافل على العالم بتاعه، على الرغم ان هو بيحسك العالم بتاعه كده. بس هو برضو لسه مقررش ان هو يجي، او ان هو يقرب، او ان هو ياخد قرار ان هو يعمل اي اكشن تجاهك. في طاقة تانية ان الحبيب اكتشف انك بتتلاعب بيه يا برج الحوت وبتضحك عليه في حاجة. ودي حاجة اكتشفها، حاجة واضحة زي الشمس. ممكن في طاقة صغيرة ما بينكم، في حد اكتشف ان بيتعمل له سحر، او بيتسيطر عليه. ممكن يكون كمان للناس اللي عايزين يرجعوا بيعمل لك جلب يا برج الحوت، فخلي بالك ان هو عايز عمال يعمل لك جلب، بيشوف ازاي ان هو يرجعك ليه. آم، آم، هو بيشوفك العالم بتاعه ان هو السعادة معاك. فبص، اهم مشكلة في العلاقة دي ان في غرور في العلاقة دي، في حد فيكم مغرور جدا، وممكن يكون هو لو برج الأسد يبقى هو اللي مغرور قوي. وده بيأذيك. والشريك ممكن يكون أصلا نرجسي متحكم ومسيطر وبيتلاعب بيك دايما يا برج الحوت، فعشان كده عارف انه هو عارف يتحكم ويسيطر عليك. ممكن يكون ده مش مشاعر حقيقية، لا دي مجرد مشاعر ان انت مش عارف تطوله، او ان هو بيلعب معاك لعبة الاون اند اوف، او ان هو ازاي يسيطر عليك. النرجسيين بيبقى ليهم طرق كتير قوي في التلاعب، يعني بتخلي الفريسة تبقى آم آم يعني متمسكة بيه، وخصوصا لو الشخص ما بيحبش نفسه او مش مقدر نفسه صح. حتى بص، بالصدفة نزلت الكارت بتاع love yourself first. فانت لو عارف ان الشريك بتاعك نرجسي، فانت محتاج تحب نفسك اكتر يا برج الحوت. وان انت احترامك لنفسك وحبك لنفسك وتقديرك لذاتك هو ده اللي بيخليك الناس تنجذب ليك عاطفيا اكتر. مش غرور ومش ايجو، بس ان انا احب نفسي حقيقي، ان انا احترم نفسي واعتز بنفسي وكل ده. فهو انت من الناس اللي هم عارفين ان الشريك نرجسي، فهم محتاجين ان هم ينسحبوا من العلاقة دي. وان هم عارفوا ان هو متلاعب وكده. اما الطاقة التانية اللي هو الشخص اللي عايز يرجع عشان ان هو بيحبك وعايز يبقى وبيشوفك السعادة وكل ده، هو في كل الحالات هي دي نفس المشاعر، بس في طاقة ناس كويسة وفي طاقة ناس نرجسيين. بالنسبة للناس النرجسيين، خلينا خلاص دي المفروض تنتهي، وان انت تحب نفسك اكتر يا برج الحوت وتنفصل من العلاقة دي. في طاقة تانية ان برج الحوت هو اللي شكله غيور قوي، هو اللي بيعمل مشاكل. عارفين ان برج الحوت حساس وعنده حب تملك، ف وبيحب الشريك قوي، فبيبقى عايز يتملكه كده. فهو بيقولك انا بكره التحكمات وانت مسيطر جدا. اوقات كتير بحس انك مش بتحبني بشكل قوي زي ما انت بتعبر، بس انا فعلا محتاجك. فواضح يا برج الحوت ان في عندكم مشكلة في المعتقدات، او في العادات، في التقاليد، في الافكار، في المستويات الفكرية، في الباك جراوند بتاعتكم. ممكن لان انت في religious factor، ممكن تكون الديانات، التربية، في حاجات ما بينكو هي الحائل ما بينكو، او هي العائق ما بينكو، اللي انتوا محتاجين ان انتوا تتفاهموا فيها.
هي دي. فعشان كده بيبان ان كل واحد عايز اللي قدامه ينفذ اللي هو عايزه، فان دي سيطرة وتحكم. دي طبعا بعيدا عن الطاقة بتاعت الناس اللي ايه مرتبطين بناس نرجسيين، اللي هم محتاجين يعني يبعدوا عنهم. تمام. ف انت اكتر واحد تعرف تحدد ده يا برج الحوت. تمام. وخلي بالكوا القرايه دي قرايه عامه، فبتنطبق عليك او جزء منها بتاخد اللي هو في طريق حياتك. ممكن تكون رسالتك في كل دوت انك تحب نفسك اكتر يا برج الحوت وتعتز بنفسك. وانس ان الواحد يحب نفسه ويعتز بنفسه، فبيبقى مش محتاج ان هو يرضي حد، مش محتاج ان هو يتحكم ويسيطر على حد، مش محتاج ان هو يغير بالشكل قوي، لان هو بيبقى واثق من نفسه، واثق ان هو محبوب، واثق ان مفيش حد زيه. فلما بيحب نفسه صح بتبقى الحياة تتوازن اكتر. ماشي يا برج الحوت. ف يعني قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وانتوا تبع اني مجموعة. وباي باي.